سفيان رحيمي لا يرحم الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا. المغرب انفجر في الملاعب الآسيوية ضد الأندية السعودية، وفي آخر 3 مباريات سجل 6 أهداف ضد الهلال والنصر، وانفرد بصدارة هدافي دوري أبطال آسيا ب11 هدفا. من قاع حي شعبي إلى الإبداع والإطاحة بكريستيانو رونالدو رفقة النصر السعودي، وكسر هيمنة الهلال السعودي التي استمرت 34 مباراة. ده سفيان رحيمي، لكن الفعل قاسي. ده سفيان رحيمي كان زانق الهلال والنجمة وهاتك يدعك. ده سفيان رحيمي لوحده شطف فرقة اللا هزيمة، وده فريق العين الإماراتي وقوة فريق العين الإماراتي وقوة مدربهم كريسبو. فده سفيان رحيمي لاعب من شمال أفريقيا سفيان رحيمي يا اخوان نحلة جني، يمين يسار مهاجم، تلقاه يرجع يساند الدفاع، ما شاء الله تبارك الله. تلعب ضد الهلال، تلعب ضد اقوى تيم مر على الهلال في حياته. 36 دقيقة هاتريك. الشوط الثاني انت اللي تسبب البلنتي الهدف الرابع ويسجل كاكو. هذا اللي يقول لك لاعب جيعان كورة، جيعان بطولات. تخيلين يا اخوان لو سفيان رحيمي في نادي جماهيري مثل الاهلي او الاتحاد، جماهير العطشانة كورة، جماهير المتيمة لفريقها، الجماهير اللي تحضر لفريقها وهو في أسوأ مستوياته، يحضروا ويشجعوا 90 دقيقة بلا توقف. هذا اللاعب مع الجمهور هذا يحفر الأرض عشان بس يسعدهم. في زمننا هذا نوعية سفيان رحيمي من النوعيات النادرة. اذكروا الله عليه يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله، وباذن الله اشوفك قريب بشعار الاهلي. يا عمي ابن المغرب رحيمي، انت شو قصتك؟ يا رجل مش طبيعي. والله لاعب من طينة الكبار، من طينة الكبار يا رجل. كسروا سلسلة الهلال. عارفين شو يعني كسروا سلسلة الهلال؟ مع اني مشجع لنادي الهلال، بس اقسم بالله العين بارضه خرافي يا اخوان. يعني الله اكبر عليك من لاعب، الله اكبر عليك من لاعب. اقسم لك بالله انه خارق للقدرات العقليه، وانه مكسب لاي نادي يروحه، وانك لو تطلع تطالب في اللاعب الجبار هذا ان يطلعوا لك فئه من الجمهور. يا اخي ارفع سقف طموحاتك، يا اخي ارفع، يا اخي ارفع سقف طموحاتك. رفعك عزران برحمد، انت تعرفه، رفعك عزران في هذا اليوم. يعني معنا ناس والله العظيم يسمونهم فئه مريضه حرفيا. ايش هذا يا رجل؟ يا ولد كل نادي سعودي قابله عيل له خير منه. قابلنا في نهاية العربية وسوى فينا اللي ما يتسوى، راح للنصر وشحطه، قابل الهلال وغم غطاه بهاتريك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما شاء الله تبارك الله، والله هذا اللي اقدر اقوله. سفيان رحيمي المغربي اللي سجل على قطبي الرياض، سجل على النصر في دوري ابطال اسيا، وسجل على الهلال في دوري ابطال اسيا، وهداف دوري ابطال اسيا الحالي. بدع في كل المباريات اللي لعبها ضد النصر، وبدع في مباراة الهلال اليوم، وسبب بلنتيين وسجل هدفين. اللاعب هذا ممكن تستغرب من وين جاء، كيف انفجر فجأة، ليش ما سمعنا عنه قبل كذا، ليش مخبين الدوري الاماراتي. المهم عزيزي المشاهد، البزر هذا وليد الرقراقي ما استدعاه لقائمة المنتخب في بطولة كأس افريقيا اللي خلصت فاز فيها سهل العج، وبعدها في معسكر ودي ما استدعاه. فهذا زعل، قال له رقراقي انت ليش ما تستدعيني؟ انا العب رجل وحده، انا ناقص عنهم، انا ايش فيني؟ فقبل مباراة النصر كان في معسكر للمنتخب المغربي قادم. على حظنا هذا شاف فرصة ضد النصر، ضد كريستيانو، اباخذ صيت، اذا سجلت بتنتشر صورتي، بلعب. وهذا اللي صار، فتها لعب. يعني الشيء اللي ابغى اختم فيه، استدعاه للمنتخب وبكى وسوى سالفة وطلع واخيرا. واليوم قدامه هنا قاعد يعطي مستويات، قاعد يقدم مستويات. كل هذا عشان في واحد اصلع في المغرب ما استدعاه. حماده اقسم بالله لاعب دفاع الهلال هو اللي كان سيء للدرجه الكبيره، اكتر من اللاعب ده هو اللي كان عامل لهم شغب مش طبيعي. سريع، قوي بدنيا، يلخبط المدافعين في بعض، فينيشر، مراوغ، موجود في كل مكان في نص ملعب الهلال. كل ده من غير مسانده. تخيل لو كان معاه مسانده،